طول عمري ما بعرفش اقول لا. لو حد طلب مني حاجه وانا بعرف اعملها بلاقي نفسي لازم اعملها حتى لو باجي على نفسي، ولو ما بعرفش اعملها بدور على حد يعلمني اعملها او يعملها، ولو اضطريت اعتذر بيجيلي شعور بالذنب رهيب. كنت فاكراها جدعانه وهتتقدر بس لقيتها بتتاخد حق مكتسب، ولو ما عملتهاش ابقى نادله ومقصره. وساعتها قررت اني ابطل واتعلم اقول لا. تعالي بقى اقول لك على 3 حاجات عملتها عشان اعرف اقول لا. رقم 1، فكري في نفسك الاول وحددي اولوياتك. انت اهم شخص في حياتك ومش لازم تضحي بحاجات عشان ترضي غيرك. ولما حد يطلب منك طلب حاولي تحددي ايه اهم حاجه عندك، فكري في وقتك وطاقتك، وبعد كده وزعيهم على اولوياتك دي. ولما يجيلك طلب جديد شوفي اذا كان يتعارض مع اولوياتك ولا لا. رقم 2، اتدربي على ان انت تقولي لا في مواقف بسيطه، زي لما حد يعرض عليكي اكل مش عايزاه، او اللي يسالك سؤال شخصي ومش عايزاه تجاوبي عليه. مش لازم تدوري على اعذار معقده علشان تقولي لا، ممكن تقوليها ببساطه وبصراحه. مثلا ممكن تقولي ان مش حاسه ان ده الوقت المناسب ليا. رقم 3 واهم حاجه، ودي اللي هتخليكي ما تحسيش بالذنب، خليكي متاكده انك عمرك ما هتقدري ترضي كل الناس، فركزي على نفسك احسن. وانتوا بقى قولوا لي في الكومنتس كم مره اتحطيتوا في موقف وما عرفتوش تقولوا لا.